السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا انا بقالي فترة طويلة قوي قوي ما نزلتلكوش حاجة، وبصراحة يعني الفترة اللي فاتت كان الواحد يعني المود بتاعه مش مظبوط خالص. كان عندنا كذا حالة وفاة وكده، فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. طبعا الفيديو ده انا بصراحة مصوراه بقالي حوالي يعني كتير قوي من قبل رمضان يعني عامة. فطبعا جت بقى الظروف وكده، فانا بصراحة نفسيا ما كنتش مهيئة يعني ان انا انزل اي حاجة، يعني كانت النفسية مش كويسة يعني. بس الحمد لله. بس انا حبيت بقى النهاردة بصراحة ان انا انزله. فطبعا بقى قلت النهاردة ان شاء الله كده ابدأ بقى ان انا يعني ايه الواحد يتأقلم بقى مع الجو كده. والحمد لله على كل حال. اولا بس كده كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. وعايزه اقول لكم بس انتوا وحشتوني جدا جدا، ومعلش ان كنت مقصره مع اي حد فيكم، بس هي كانت ظروف والله، ما كنتش اصلا قادره اعمل اي حاجه، ولا قادره اصور، ولا قادره يعني انزل اي حاجه بصراحه. فالحمد لله على كل حال. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين بقى النهارده كده ايه. في اليوم ده كنا في الغيط وكده. وكنا طبعا جايبين بقى شجر جديد، اهو شجر جوافه. كان ابويا جايب الشجر الجوافه ده، كان حابب ان هو يزرع لنا طبعا شجر جوافه وكده. انتوا عارفين ان هو بيحب بقى يزرع تشكيله فاكهه كده، يعني حاجات هي بتبقى حاجات بسيطه يعني، بس هو بيحب يعني ينوع في التشكيله اللي هو جايبها. هو كان جايب لنا قبل كده برضو العنب، اللي هو شجر العنب ده برضو هنزرعه. بس طبعا لسه ما نقلناهوش. لسه بقى بنسيبه شويه كده لما يبدا يطلع اللي هي البذوذ دي. وبعدين بنبدا ننقله برضو من الصفايح، نزرعه بقى في المكان اللي احنا ايه عايزين نزرعه فيه وكده. فزي ما انتم شايفين بقى كده كانت قاعده بصراحه، كان في اليوم ده القعده جميله قوي، والجو كان حلو، والبنات برضو كانوا كلهم متجمعين، وكان يوم بصراحه حلو جدا. والجو كان برضو في اليوم ده برضو مشمس، والجو جميل قوي. زي ما انتم شايفين بقى كده بدأنا ان احنا ندخل الشجر اللي هو بتاع الجوافه ده. هو طبعا بيبقى جاي مزروع في صفايح، هو بيطرح على طول يعني، هي ما بتلفش السنه برضو. وبيكون طارح يعني. فطبعا بقى بدأنا ان احنا ندخله جوه كده في المكان. احنا نزرعه في نفس المكان اللي انتم شايفينه ده، في الجنب كده. هنبدأ بقى طبعا ان احنا نظبط له ايه مكان كده ايه على السريع. طبعا زي ما انتم شايفين بقى كده ايه، كنا متجمعين كلنا في اليوم ده بقى، الاطفال والكبار والصغيرين وكله يعني بصراحة، لان احنا بنحب نروح هناك بنبقى كلنا مع بعض. بتبقى القعدة جميلة والجو حلو، يعني حاجة بصراحة يعني تبقى تفتح النفس كده على كل حاجة. فطبعا بقى هنا بقى ابويا هيبدأ ان هو بقى يجهز طبعا، عشان خاطر ان هو اللي هيزرع طبعا الشجر ده. فيبدأ بقى يستعد بقى، ويبدأ ان هو يجهز برضو المكان اللي هو يزرع فيه الشجر اللي هو بتاع الجوافة ده. هو بيجي طبعا يعتبر جاهز برضو على الزراعة على طول، يعني بيتنقل من الصفيحة اللي هي موجودة فيها وكده. يتنقل في المكان اللي هو هنحطه فيه، اللي احنا نزرعها فيه يعني وكده. احمد بقى وعبد الله وكلهم بصراحة كانوا متجمعين في اليوم ده. طبعا زي ما انتم شايفين بقى هنا هو ابويا بدأ ان هو يجهز المكان ده. بس المكان ده كان معمول فيه طبعا خرسانة. كان هو يعني مبلط الحتة دي كده، معمولة كده بالأسمنت. بحيث ان احنا لما نقعد فيها ما تبقاش ترابة وكده. فهو يبدأ برضو يكسر من الحروف شوية، بحيث ان هي ايه ما تبقاش حواليها خرسانة. بيوسع لها مكان وبيحطها فيه وكده. هيبدأ بقى يعمل الأسمنت ده بيكسره. وهيبدأ بقى يحط الصفيحة، بس هو طبعا بيشيل حتة الصفيحة من تحت، بيكسرها كده أو بيقطعها بحاجة صلبة، يعني بحيث ان هو تتقطع معاه كده. بحيث ان هي التربة بتاعتها تبقى واصلة للتربة اللي في الأرض. وهيبدأ بقى ان هو يظبطها تبقى برضو واقفة مستقيمة كده. وهيبدأ بقى يظبط حواليها برضو. انتوا عارفين طبعا بقى ان هو بيحب النظام شوية، وبيحب ان هو يظبط الحاجة يعني ايه
بحذافيرها كده، يحب يظبطها تظبيطه يعني من الاخر. فهو طبعا كده حطها زرعها كده، يعتبر هو حطها في التربة. وبينزل بقى حواليها برضو الترابة وكده، الترابة السمرة دي. وكان في برضو شوية رمل حطهم، بحيث ان هي بقى تبدأ ايه تتأقلم بقى مع التربة اللي هي محطوطة فيها. وتبدأ تدق بقى في الأرض. زي ما انتم شايفين بقى، هو كان جايب حوالي 4 شجرات. هو كده زرع بقى أول واحدة اهو. وبيبدأ بقى ان هو برضو ينسمها بشوية مية كده، يعني بيرويها بس على بسيط خالص. حاجة بس كده ايه روتينية برضو، بحيث ان هي تتأقلم مع التربة اللي هي فيها. يبدأ برضو ايه يظبط فيها كده، وهو زرع بقى كده ايه الكمية. بس طبعا بقى بنديله كوباية شاي كده يحبس بيها طبعا، لان هو تعب معانا بصراحة النهاردة. راح اشترى الشجر ده وظبط برضو المكان وزرعهم. كل ده طبعا عشان يعمل لنا حاجة كويسة طبعا. ربنا يخليه لنا يا رب وما يحرمناش منه ابدا. هو بيحب ان هو يزرع كل حاجة، ويحب يجيب الحاجة اللي احنا ممكن ان احنا نحتاجها، بحيث ان احنا ما يبقاش نفسنا في اي حاجة يعني بصراحة. فربنا يخليه يا رب ويبارك لنا في صحته وما يحرمناش منه ابدا. اهم حاجة طبعا بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتشجيع منكم كده، عشان احنا كنا مكسلين الفترة اللي فاتت. فعايزين بقى كومنتات حلوة كده تشجيعية، وعايزين بقى قلوب كتير قوي قوي، لايكات كتير قوي، عشان تفتحوا نفسنا كده ان احنا ايه نظهر معاكم تاني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. هو طبعا كل واحدة بقى بيزرعها بيظبط برضو حواليها كده. زي ما انتم شايفينها بقى، هي بتبقى جاية في الصفايح كده بالشكل ده. هو بيبدأ ان هو بقى يكسر الصفيحة من تحت، بحيث ان هو يظهر التربة بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبدأ بقى يشيل الصفيح كله اللي هو ناحية تحت ده خالص، ويشيلها داير ما يدور. ممكن يرفعها من الصفيحة خالص، وممكن يسيبها يعني لحد نصها كده وبيحطها هي طبيعي بقى بتدق في الأرض، بتبدأ بقى ان هي تعمل جذور وتتأقلم مع التربة بتاعتها كده. زي ما انتم شايفين بقى، المكان طبعا فيه أشجار كتيرة وأنواع كتيرة وكل حاجة خضرة كده، تحس ان هي يعني بتدي الواحد روح حلوة بصراحة. يعني الواحد بيرتاح نفسيا في المكان اللي بيبقى فيه خضرة ده. طبيعي احنا لما بنروح هناك بقى زي ما بتشوفونا كده بنبقى حابين المكان قوي، وحابين ان احنا كلنا نبقى متجمعين مع بعض. يعني هو المكان ده الوحيد اللي بيجمعنا بصراحة. بنخرج فيه مع بعض، بنقعد بقى ناكل ونشرب ونهزر. وطبعا الاولاد الصغيرين بيفرحوا قوي قوي، لان هنا بقى ما بيبقاش فيه خوف عليهم. بيجروا حوالينا بيلعبوا حوالينا. مكان بصراحة يعني امان قوي قوي. فاحنا دايما بنحب نبقى متجمعين مع بعض في المكان ده. فطبعا بقى قلنا يعني ايه نزرع بقى شوية فاكهة كده حلوين. حاجات خضرة كده تفتح النفس كده على الأكل بقى والكلام ده. هو بقى شال الصفيح بتاعها من تحت، وحطها بقى في المكان اللي هو برضو مجهزه ده. وبيقلب شوية رملة كده مع التربة بتاعتها. وهيبدأ بقى ان هو ينزلها بقى ايه على المكان ده، بحيث بقى الجذور تبدأ تسرح بقى من تحت كده براحتها. مفيش صفيحة مثلا ان هي حاجزاها وكده، لا هي من تحت كده مفيش اي صفيحة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هو بدأ بقى ينزلها اهو، وبيظبطها برضو من فوق. يعني بيشوف برضو الاستقامة بتاعة الشجرة عشان تبقى مزروعة كده ايه على استقامة واحدة، ما تبقاش معوجة كده ولا كده. بيبدأ بقى يظبط فيها لحد ما يحس خلاص ان هي بقى واقفة كده مظبوطة. خلاص بقى بيبدأ بقى ان هو يرجع لها بقى التربة تاني، ويظبط حواليها.
هنا بقى طبعا احمد ابن اخويا ده حبيب جده، ما بيسيبش جده في اي مكان بصراحة خالص يعني. دايما مع جده، يعني دايما بيحب يبقى معاه. يفضل يساعده بقى اي حاجة يشاركوا فيها، فبيبقى دايما مشجعه بقى. يعني ده حبيب جده معروف، يعني احمد معروف ان هو حبيب جده على طول. جده زي ما بيروح هو تلاقيه رايح معاه، يروح لغاية معاه، يروح في اي مكان تلاقيه معاه. يعني بيحب جده جدا جدا بصراحة يعني، ما بيحبش يفرقه خالص. بدأ بقى ان هو بقى طبعا ينسمها كده بالمية برضو. هي المية طبعا بتحط كده خفيف، بس يعني حاجة مؤقتا. كام يوم كده قبل ما تبدأ بقى الجذور تدق شوية كده وبتبقى متأقلمة مع التربة بتاعتها. هنا برضو بيظبط الشجر اللي وراها. لو في حاجة عالية بقى بيقطعها زي ما انتم شايفين كده. بحيث ان هي يعني بيعمل شجرة الجوافة بقى ده تهوية، يعني تهوية من وراها كده، متبقاش حاجة